السلام عليكم متابعيني، أهلا وسهلا بكم، نورتوا قناتي. أتمنى الكل بخير وصحة وسلامة. راح أسوي اليوم طبختنا هي مرق البامية، راح أسويها بطريقة جدا سهلة وسريعة، وإن شاء الله تطبقوها على طريقتي وتعجبكم. راح أستخدم أكيد اليوم معجون شيف غفران وبنين الغني عن التعريف اللي الكل طلبه وسأل عليه وما شاء الله أخذ صدى واسع. راح أستخدم أيضا تم الريزي الصحي لأصحاب الدايت والرجيم وأيضا اقتصادي. هنا جهزت البامية وغسلتها بهالشكل هذا، وهاي عندي الثوم. هنا راح نبدي نحمسها، راح نضيف زيت ريزي. هنا عندي اللحم سالكتها، راح أحمسها ويا الثوم ويا البامية، راح أحمسها إلى أن يتغير لونها تقريبا 10 دقائق. راح أضيف المعجون. هنا المعجون مثل ما تشوفون اللون مالته والطعم أكيد هو الأهم، وأكيد أنتوا راح تجربوه وراح تشوفون النتيجة. هنا بعد ما حمسته راح أضيف أيضا المي اللحم، راح أضيف هنا تقريبا ملعقتين من الملح، وهنا نص ملعقة من الشكر اللي راح تعادل الحموضة ويا المرقة مالتنا، راح تشوفون النتيجة جدا طيبة. هنا بعد ما غلى المي راح نضيف التمن بعد ما نقعناه 4 ساعات. لاحظوا حبة التمن شلون صارت ضاعفت، وهنا شوفوا الكمية شلون صارت، يعني ما شاء الله. ولاحظوا شلون صار عندي نثري. راح أهدره وأفرقع له قليل من الزيت، وهنا راح نقدمه، راح تشوفون النتيجة النهائية بنهاية الفيديو. لاحظوا هنا صار عندنا بهالشكل هذا التمن مالتنا شلون صار، بسم الله ما شاء الله. وأكيد الطعم كلش طيب، من تجربوه راح تعطوني إن شاء الله رأيكم بيه بالتعليقات. لاحظوا المرقة مالتنا شلون صارت، هذا اللون مالتها والسمك مالتها. إن شاء الله تعجبكم وسووها على طريقتي، وأكيد معجون شيف غفران بنين راح تعتمدوه بكل طبخاتكم. وأكيد أتمنى منكم تشاركون القناة وتشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء، وإن شاء الله دائما أقدم لكم كل ما هو صحي وأيضا تستفادون منه، وطبخات سريعة وطبخات أكيد طبخات أهلنا القديمة وطبخات جديدة إذا تحبون. إن شاء الله أتمنى منكم دعم القناة، وانتظرون فيديو جديد. مع ألف سلامة. شلون صار التمر، ناخذ المركب ندخل مالتها حمار، ناخذ قدمناها بهالشكل هذا. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. انتظروني أقدم لكم كل ما هو. لاحظوا اللون البامية، لاحظوا اللون. وهذا التمن مالتنا، وألف عافية.